مساء الخير وطابت أوقاتكم أحبتنا في برنامج خاص. آه، اضطررنا نبتعه في مثل هذا الوقت، وهو بسبب مرور الشاعر سليمان دغش من قرية المغار لحملة قاسية جدا. يعني من ناحية قتل حفيده سفيان في غزة، ومن الجانب الآخر تعرض إلى حملة شرسة جدا من وزارة الثقافة الفلسطينية ومن اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وردوا على مقتل الجندي سفيان خالد دغش حفيد الشاعر سليمان دغش. أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية بيانا جاء فيه أي تقدير يمنح أو منح للشاعر سليمان دغش من طرفها هو لاغ. ليش؟ استنكرت وزارة الثقافة الفلسطينية مشاركة الشاعر شاعر فلسطيني في تأبين أحد جنود الاحتلال، على حد قولها المنتمي لعائلته، عائلة دغش، وهو حفيده، مش بس يعني ينتمي إلى العائلة، إنما العائلة الصغرى. وتقول أو يقول البيان: من الذين شاركوا عن الجندي طبعا وتسببوا في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها في غزة، على حد قول البيان. واعتبرت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الموثقة في الفيسبوك أن أي تقدير منح للشاعر سليمان دغش من طرفها هو لاغ، ودعت كافة المؤسسات العربية والدولية لسحب أي تقدير أو تكريم منحته للشاعر دغش، خاصة جائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب التي منحت له عام 2017. فكان من الضروري جدا، يعني الدمعة بعدها ما جفت من أعين سليمان دغش على حفيده، وجاء هذا البيان ربما يقف من ورائه أشخاص مغرضون. فكان لابد لنا على وجه السرعة أن نتوجه للشاعر سليمان دغش لاستماع لرده على هذا البيان. لنستمع معا. مساء الخير. لم تمهلني وزارة الثقافة الفلسطينية ولا اتحاد الكتاب وجوقة المطبلين الحاقدين حتى يجف قليلا دمع عيني على فقدان حفيدي الأول سفيان، فقاموا فورا بإطلاق أسهم حقدهم وخساستهم علي شخصيا وعلى مسيرتي وتاريخي النضالي منذ نشأتي طفلا على أرض وطني الحبيب فلسطين، الذي قضيت كل سنوات عمري مناضلا ومدافعا عن حقوق شعبي الفلسطيني الكاملة، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير. وكأنهم كانوا يتربصون بي خلف أحقادهم الدفينة وعنصريتهم المخجلة وانبطاحهم وخزيهم المذل. سأذكركم أني سليل عائلة فلسطينية عريقة مقاومة بعنفوان وكبرياء، فوالدي المرحوم خليل إبراهيم دغش كان من فرسان ثورة 1936، وشارك في المعركة المشهورة التي انطلقت من حطين إلى طبرية، حيث أحرق الثوار سرايا القوات الانتداب البريطاني، وسقط العديد من الشهداء في تلك المعركة. كما تعرض بعد ذلك عام 1948 عام النكبة إلى محاولة القتل بدم بارد من قبل ضابط في العصابات الصهيونية واسمه حيين بطاطا، حيث صوب مسدسه إلى رأس والدي وقال له بالعربية التي يتقنها: بدك طخ، وضغط على زناد المسدس بهدف القتل، ولكن خللا ما في مسدسه حال دون استشهاد والدي. ومنذ وعي المبكر لم أستطع أن أنسى ذلك المشهد المريب، وبدأت مسيرة نضالي السياسي والوطني والأدبي المقاوم منذ نعومة أظفاري،
وبدأت بنشر قصائد المقاومة في صحيفة الاتحاد ومجلتي الجديد والغد وأنا في 15 من عمري. ولما بلغت سن 18 وبموجب قانون التجنيد الإجباري الذي فرض على شباب الطائفة العربية الدرزية سنة 1956 والذي يلزم كل شاب يبلغ 18 عاما أن يخدم في الجيش الإسرائيلي، ولكني رفضت بإصرار وعناد أن أخدم في جيش يحارب أبناء شعب الفلسطيني وأمتي العربية، وكنت من أوائل الرافضين للخدمة الإجبارية القسرية إن لم أكن أولهم على أساس وطني قومي ومبدئي ثابت. فزج بي في غياهب السجون العسكرية التي قضيت فيها 4 سنوات متمسكا بانتماء الفلسطيني أرضا وشعبا وهوية وقضية. وتبعني في ذلك أبنائي الذين رفضوا كذلك الخدمة في الجيش الإسرائيلي من ذات المنطلق وتعرضوا للملاحقة وسجنوا لفترات مختلفة ولم يخدموا يوما واحدا في الجيش. كما أني رفضت جائزة التفرغ التي تمنحها وزارة الثقافة الإسرائيلية لكتاب الداخل والتي تهافت عليها 99% من كتاب الداخل. أما بالنسبة لحفيدي سفيان الذي ينطبق عليه نفس القانون المجرم واللا أخلاقي واللا إنساني، وعند بلوغه سن التجنيد عملت جاهدا لإقناعه برفض الخدمة الإجبارية، ولكنني للأسف لم أنجح في إقناعه. وبما أني لست دكتاتورا ولست حاكما عربيا سفاحا يقتل كل من يعارضه، فاختار حفيدي سفيان مكرها أن يجند. وبودي أن أرد على جوقة المطبلين والمعلقين الذي فتحوا كما أشرت النار عليه وعلى تاريخ وقامة وانتماء العرب الفلسطيني الذي لم ولن يتزحزح قيد أنملة، فاتهموا حفيدي بقتل أطفال شعبنا بغزة وهدم البيوت. وأقول لهم إن سفيان لم يكن طيارا حربيا يدمر البيوت على رؤوس ساكنيها، ولا جنديا في سلاح الدبابات والمدفعية التي تقصف وتقتل وتدمر بأبشع صور الدمار، بل كان جنديا بسيطا ولم يطلق رصاصة واحدة على أحد من أبناء شعبنا، فقد تربى على القيم والأخلاق الحميدة والحسنة ولم يؤذي في حياته مخلوقا على وجه الأرض. وأوصيناه بأن يحذر من أن يكون قاتلا، ونحمد الله أنه كان قتيلا ولم يكن قاتلا. أما وزارة الثقافة وهي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الأسلوية التي كانت أول من طبع مع الاحتلال واعترف به وأخرجتنا نحن فلسطينيي 48 من حساباتها لتتركنا في فم الضبع، ومنذ توقيع الاتفاق المشؤوم تقوم أجهزتها بالتنسيق الأمني الكامل مع الاحتلال ومخابراته حتى في أوقات العدوان المتكرر على أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية، وتقوم أجهزتها الأمنية بإرشاد قوات الاحتلال ومخابراته إلى أماكن تواجد المقاومين الفلسطينيين لتقوم بتصفيتهم دون أن يرف لها جفن أو يتحرك ضميرها الميت. ولا يزال هذا التنسيق الأمني المخابراتي الخسيس مستمرا رغم الحرب الهمجية المشتعلة الآن، وسيستمر ما دامت هذه الأجهزة وهذه السلطة خانعة خائنة مطبعة وتمارس الدعارة الوطنية على اختلاف أشكالها. وأقول لكل من انتقد مشاركتي في تأبين حفيدي سفيان ضحية الخيانة العربية والتآمر على شعبنا قبل النكبة وأثناءها وبعدها والانقسام الفلسطيني المخزي وقيام حماس بقتل أكثر من 740 شخصا من أبناء حركة فتح بأبشع وسائل القتل، وإلقاء الإخوة في فتح من الطوابق 18 وقتل المناضل سميح المدهون الذي كانت تطارده المخابرات الإسرائيلية وإذا كانت تلك الأنظمة تحاول في الماضي أن تخفي تآمرها وسقوطها وتعاملها مع الاحتلال وخيانتها لفلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، فقد أصبحت اليوم تتهافت علنا دون حياء للتطبيع معه والتنسيق الأمني الإقليمي بقيادة أمريكا وربيبتها إسرائيل. فأين أنت يا أمتنا العربية الصامتة والخانعة التي لا تحرك ساكنا
باستثناء العواء على صفحات التواصل الاجتماعي على اختلافها، في حين يشهد العالم الغربي وعلى رأسه أمريكا مظاهرات جبارة تطالب بوقف الحرب فورا ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المغتصبة. فأي عار هذا يا أمة العرب الخانعة لأمر حكامها الخونة؟ ألم تستوعبوا حتى الآن الآية الكريمة التي تقول كما تكونوا يولى عليكم؟ ولا بد أن نذكركم بأن العديد من رؤساء الدول العربية ومعهم رئيس السلطة الفلسطينية ووفود رفيعة المستوى من تلك الدول نعرفهم بالأسماء قد شاركوا في جنازة رئيس حكومة إسرائيل السابق إسحاق رابين المشهور بتكسير عظام أبناء شعبنا إبان الانتفاضة الأولى، وجنازة رئيس الحكومة ورئيس دولة إسرائيل لاحقا شمعون بيريس المسؤول الأول عن مذبحة قانا. أما أن تقوموا بتعليق كل خياناتكم وخزيكم وعاركم على كتف حفيد الضحية، ضحية تآمركم وخياناتكم لفلسطين وشعبها، وضحية فرض قانون الخدمة العسكرية قسرا على أبناء الطائفة الدرزية التي لم يتجاوز عددها 14,000 نسمة عام النكبة، وأن تجعلوا منها شماعة تعلقون عليها كل خياناتكم وتآمركم وسقوطكم وخساستكم عليها، علما أن عدد المتطوعين للخدمة العسكرية وأجهزتها الأمنية المختلفة من الطوائف الأخرى مسلمين مسيحيين وبدو يفوق أضعاف عدد المجندين قسرا من أبناء الطائفة الدرزية التي قاومت العصابات الصهيونية بشراسة. وبعد أن استنجد فوزي القواقجي بسلطان الأطرش لنصرة شعبنا الفلسطيني قام بإرسال كتيبة من أبطال جبل العرب الذين أذلوا فرنسا إبان الثورة عام 1925، فوصلت الكتيبة بقيادة شكيب وهاب واستبسلت في الدفاع عن فلسطين، سيما في معركة هوشي والكسائر قرب شفا عمرو، حيث كان بين قتلى العصابات الصهيونية في تلك المعركة شقيق موشي ديان. إن هجومكم الحاقد على سليمان دغش وكل ما تفوه به المطبلون من كتاب عرب وفلسطينيين في البلاد وخارجها لن يستطيع أن يغبر على حذائي، ففلسطين أنا وأنا فلسطين، لن نتنازل عن توحدنا ووحدتنا إلى أبد الآبدين. أما جوائزكم التي تتشدقون بها فإنها لا تشرفني علما أني لم أتلقى أي جائزة منكم يوما، والجائزة الوحيدة التي تلقيتها الجائزة العربية الوحيدة التي تلقيتها هي من الاتحاد العام للكتاب العرب الذي يمثل 22 دولة عربية برئاسة المرحوم حبيب الصايغ رحمه الله، والذي لم يسلم من الشتيمة من أنصاف المثقفين في برلين وغيرها من المدن الأوروبية، حيث يسكرون ويمارسون الدعارة الثقافية ولم يقدموا لفلسطين الأرض والشعب والقضية إلا النباح. عليكم أن تخجلوا وأن تنظروا لأنفسكم في مرآة الحقيقة لتستروا عوراتكم أولا قبل أن تتطاولوا على من حذاؤه أعلى من رؤوسكم العفنة. وعلى وزارة الثقافة الفلسطينية واتحاد الكتاب أن يعتذروا مني ومن فلسطين وإلا. وأختتم بهذا البيت الشعري: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحد. طبعا بعد هذا التوضيح الذي قام به الشاعر سليمان دغش، أود أن ننوه فعلا أن الطائفة العربية الدرزية تقع بين المطرقة والسندان بسبب نوع من ضياع الهوية السياسية، الهوية الدينية طبعا بارزة جدا وواضحة جدا من منطلق الإيمان بالتقمص، وأن الهوية الدينية تفرض على الدرزي أينما كان وأينما تقمص أن يكون مواليا للدولة التي يعيش فيها. ولكن هذه القصة اللي شفناها قصة إنسانية التي يتحمل تبعاتها أو تحمل تبعاتها كما قلت
الشاعر سليمان دغش. فتوجهت أيضا لرئيس الاتحاد القطري للكتاب الفلسطينيين الدكتور محمد هيبي لأخذ تعقيبه على صدور هذا البيان اللي في نظري أنا مجحف، في نظر غيري يعني ممكن أنه ما ياخذوا قرار نهائي بالنسبة لموقفهم. فكتب الدكتور محمد هيبي: هلا عزيزي رشيد، أرجو أن تكون بخير. قرأت البيان ويؤسفني أنه مجرد محاولة من كاتبه للاصطياد في الماء العكر والرقص على دمائنا، فهو يتذاكى ويستتر خلف كلمة قد تكون كلمة حق، ولكن بكل تأكيد يراد بها باطل. ألا تشتم معي الرائحة الكريهة التي تفوح من سطور البيان، رائحة تصفية الحسابات الشخصية البعيدة عن فلسطين وما يحدث لها وفيها؟ وليتك أخي رشيد تتساءل معي: هل كان مثل هذا البيان البائس سيصدر عن شخص ما لو أن الشاعر سليمان دغش ما زال صديقا وعضوا في اتحاد الكرم 48؟ ما هو تأثير خروج الشاعر دغش من الاتحاد المذكور وانتسابه لاتحادنا الاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين على إصدار مثل هذا البيان؟ هل أصبح الواقف من وراء القرار وصيا على وزارة الثقافة الفلسطينية ينطق باسمها؟ أخي رشيد، أكتفي بهذا العدد القليل من الأسئلة لتتضح الصورة، وإن كان هناك الكثير منها يجب أن يجيب عنه من يقف وراء المنشور قبل أن يسمح لنفسه أن يكون وصيا على أي شيء يخص الأدب والإعلام وكل ملحقاتهما، أو وصيا على أي شيء يخص فلسطين ومحنتها بأولادها وغيرهم. ولكن لن نطرحها الآن لأننا نرفض أن نرقص على جراح شعبنا كما يحلو للكثيرين أن يفعلوا، واقبلوا مودتي واحترامي. المحامي سعيد نفاع اللي هو سكرتير أو أمين عام اتحاد كتاب الكرم 48 رد بقوله المذكور، ويقصد طبعا الشاعر سليمان دغش: ليس عضو اتحاد حتى يستدعي موقفا منا ومني كأمين عام الاتحاد. لقد كان قبل الوحدة في شباط 2019 عضوا في 48 ولم يكن أبدا في الكرمل الذي قمت بأمانته قبل الوحدة في شباط 2019، وكما فهمت كان انسحب من 48 ولم يكن جزءا من الوحدة. تحياتي. إذا نلاحظ أنه من ردود الفعل التي سمعناها من دكتور محمد نفاع ومن المحامي سعيد نفاع أن هناك ثمة يعني شخصنة لكل هذا الوضع. يعني هو مش موقف مبدئي اللي اتخذته وزارة الثقافة الفلسطينية أو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وإما علاقات اللي كان ممكن الأشخاص كان لهم تأثير على صدور مثل هذا البيان المجحف بحق الشاعر سليمان دغش. أريد أن أستمع بسماحكم لموقف الشاعر تركي. تفضل تركي عامر معنا على الهواء، نسمعك، تفضل.
الو. أستاذ تركي عامر، سمعت رد الشاعر سليمان دغاش، وسمعت أيضا تعقيبات رئيس اتحاد الكرمل ورئيس الاتحاد الكتاب الفلسطينيين العرب. فما هو رأيك الشخصي بالنسبة لكل هذا البيان الذي صدر؟ اولا كلمه. أوبس. الو. نعم أستاذ تركي، أعيد السؤال. سمعت رد الشاعر سليمان دغاش على البيان الذي صدر بإلغاء كل ما قدم له من تكريمات من وزارة الثقافة الفلسطينية والاتحاد اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وسمعت ردود رؤساء اتحاد الكتاب الدكتور محمد هيبي والمحامي سعيد نتباع. ما رأيك؟ سامعني رشيد؟ سامعني؟ سامعك. نعم تفضل. اوكي. اولا اسعد الله مساءكم انت والاخ سليمان والدكتور هندي والاستاذ سعيد والمشاهدين والمستمعين الكرام. بداية اسمح لي اخي رشيد ان اتوجه الى اخي الاكبر وشاعرنا الكبير سليمان دغش. اخي ابا المجد، اسمح لي ان اذرف دمعة صغيرة على ضفاف جرحك المفتوح. اسكن الله حفيدكم سفيان فسيح الجنان، والهمكم واهله واصدقائه جميل الصبر والسلوان. عظم الله اجركم، ولا اراكم الله مكروها بعزيز. انا لله وانا اليه راجعون. اما بعد، ان بيان وزاره الثقافه الفلسطينيه مؤسف جدا ومستهجن ومعيب حد المعاري والشنار. كيف يعقل أن سلطة وطنية مسؤولة عن مصير شعب منكوب ومشغولة بالتأسيس لدولة حرة سيدة مستقلة، كيف يعقل أن تترك هذه السلطة كل همومها واهتماماتها وكل شؤونها وواجباتها كي تتفرغ للردح والقدح عبر مرجلة إعلامية رعناء على شاعر فلسطيني 48 وطني حتى السماء. كل ذنبه أنه وقف على أرض وطنه ليرثي حفيدا راح ضحية حرب أوجاع. من سيوجه الحفيد إذا لم يكن الجد؟ أم يجب أن نستأذن أحدا لنرثي أحباءنا الضحايا؟ ثم ما هي الجريمة التي اقترفها الشاعر سليمان دغش لتسحبوا منه جائزة استحقها من الاتحاد العام للكتاب العرب في دمشق؟ هي جائزة استحقها على شعره، لا على طائفة ينتمي إليها أو مدينة ولد فيها ويعيش على أرضها وسيموت فيها بعد زمان طويل. هل سمع مؤلف منشور السنكار الوزاري، هل سمع مرثية الشاعر سليمان دغش لحفيده؟ هل وجد فيها
ما يستأهل هذا الهجوم السافر، لن أقول فلتخجلوا من تاريخ سلطان الأطرش القائد العام للثورة السورية الكبرى. هذا السلطان المدرسة الذي علم العرب كيف يثورون ضد المستعمر قبل قرن من الزمان. ولن أقول فلتخجلوا من دم المعلم الشهيد كمال جنبلاط قائد الجبهة الوطنية اللبنانية التي ساندت الثورة الفلسطينية حتى استشهاده. ولماذا استشهد؟ بسبب مناصرته لقضية فلسطين. فلتخجلوا من تراب شاعرنا الفلسطيني الكبير سميح القاسم شاعر العروبة الأكبر، ومن كاتبنا الفلسطيني الكبير محمد نفاع الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الذي ناضل هذا الحزب ولم يزل تحت شعار دولتين شعبين. فلتخجلوا أيضا من تراب الباحثين الفلسطينيين الكبيرين بروفيسور قيس فرو والدكتور سليمان بشير اللذين كانا فخورين بانتمائهما لشعبهما. فلتخجلوا كذلك من الشعراء، من تراب الشعراء والكتاب والنشطاء الفلسطينيين الغيورين الكبار من أبناء الطائفة المعروفية سلمان ناطور وحسين مهنا ونزيه خير وسواهم من أحباء رحلوا وأحباء ما زالوا يرتكبون الحياة على أرض الآباء والأجداد والأمهات والجدات. نذكر أن بيان الوزارة أتى قبل أن يجف تراب الفقيد سفيان وقبل أن تجف دمعة الجد الساكن سليمان. كان حريا بوزارة الثقافة الموقرة، وأقول الموقرة لأننا رغم العتب والتعب ما زلنا مؤدبين ومهذبين. كان حريا بالوزارة أن تتوجه إلى ابنها البار الشاعر سليمان دغش والمنكوب 3 مرات، أن تتوجه إليه بتعزية ولو خجولة بدل ذلك الاستنكار المرفوض جملة وتفصيلا. لم نطالب الوزارة بإقالة المستشار الإعلامي الفذ بين مزدوجين الذي اقترح على الوزارة نشر ذلك الاستنكار المستهجن والمستنكر. إن في ذلك البيان سقطة معيبة بحقنا كأقلية فلسطينية 48 منكوبة مثنى وثلاث ورباع. نطالب السلطة الوطنية بالاعتذار للشاعر الفلسطيني سليمان دغش ولجميع الشعراء والكتاب والناشطين الوطنيين من أبناء الطائفة المعروفية الكريمة في رقعتنا 48 اليتيمة. وأخيرا أخي الأستاذ رشيد، فلتسمح لي عبر منصتكم الجميلة أن أتوجه إلى الصديقين العزيزين والكاتبين المبدعين دكتور محمد هادي والأستاذ سعيد نفاع مع حفظ الألقاب والمقامات أن يصيرا إلى عقد اجتماع فوري لا في القاهرة ولا في دمشق بل هنا على أرض الوطن، اجتماع فوري للمصالحة بين شطري السفرجلة، مش بين شطري البرتقال. البرتقال موجود بالقناة بالبرة، بين شطري السفرجلة لإعادة اللحمة الوطنية إلى اتحاد الكتاب. الصين الشعبية وتعدادها 1.5 مليار
لديها اتحاد كتاب واحد أحد، ونحن جزء من أمة الواحد الأحد. لدينا اتحادان اثنان، ورحمة ستي سوسة إذا ما ترجعوا اتحادا واحدا سأدعو الآن وليس غدا، ومن هنا سأدعو إلى تأسيس اتحاد فاتح. وغير من أنظر. انتهى البيان. بارك الله بك شاعرنا الأستاذ تركي عامر على هذا الكلام الرقيق المؤثر والعميق والإنساني أولا. فيا ريت إنه نوصل لوضع فعلا الانقسامات بين الاتحادات والروابط عبر تاريخ هاي البلاد لم يبدأ مع سعيد مدفع ودكتور محمد هيبي، إنما تاريخ طويل اللي يشوه كل الوقت. بعرفش إذا يشوه، أنا أريد أن أسمع رأيك إذا بعدك معي على الخط. هل في ذلك مصلحة للمشهد الثقافي هاي التنافسات؟ هاي التنافسات ليس فيها أي مصلحة للمشهد الثقافي أفرادا وجماعات، فيها شرذمة التي تعود علينا فقط بالشر والسوء. ومرة أخرى أدعو الأخوين العزيزين محمد هيبي سعيد مدفع مع حفظ الألقاب والمقامات إلى إعادة توحيد الاتحاد، لنكن اتحادا واحدا لكتاب فلسطين 48. وشكرا مرة أخرى، وكمان مرة بنوجه كلمة للأخ الشاعر الكريم سليمان دغش، الله يرحم حفيدك ويطول بعمرك. حفيدك ضحية حرب مجنونة وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها أيضا مئات بل آلاف من الشعب الإسرائيلي. نرجو أن يتوصل الفريقان إلى هدنة وتهدئة ووصولا إلى سلام عادل وشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. شكرا جزيلا شاعرنا الأستاذ تركي عامر. و بهذا بكلمة الأستاذ تركي عامر الراقية جدا والداعية للتصالح، خلينا نسميه، مش طالعة معي كلمة تصالح بين هذه الاتحادات، ولكن مصالحة. نعم مصالحة. فأول شيء شكرا جزيلا كمان مرة لك، وطبعا فائق شكري لكل المتابعين اللي تابعونا. ومرة أخرى أريد أن أكرر البيان أو التوضيح الذي سجله لنا الشاعر سليمان دغش، فتفضل واسمع. نعم. لم تمهلني وزارة الثقافة الفلسطينية ولا اتحاد الكتاب وجوقة المطبلين الحاقدين حتى يجف قليلا دمع عيني على فقدان حفيدي الأول سفيان، فقاموا فورا بإطلاق أسهم حقدهم وخساستهم علي شخصيا وعلى مسيرتي وتاريخي النضالي منذ نشأتي طفلا على أرض وطني الحبيب فلسطين، الذي قضيت كل سنوات عمري مناضلا ومدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير. وكأنهم كانوا يتربصون بي خلف أحقادهم الدفينة وعنصريتهم المخجلة وانبطاحهم وخزيهم المذل. سأذكركم أني سليل عائلة فلسطينية عريقة مقاومة بعنفوان وكبرياء، فوالدي المرحوم خليل إبراهيم دغش كان من فرسان ثورة 1936 وشارك في المعركة المشهورة التي انطلقت من حطين إلى طبرية، حيث أحرق الثوار سرايا القوات الانتداب البريطاني وسقط العديد من الشهداء في تلك المعركة. كما تعرض بعد ذلك عام 1948 عام النكبة
إلى محاولة القتل بدم بارد من قبل ضابط في العصابات الصهيونية واسمه حيين بطاطا، حيث صوب مسدسه إلى رأس والدي وقال له بالعربية التي يتقنها: بدك طخ، وضغط على زناد المسدس بهدف القتل، ولكن خللا ما في مسدسه حال دون استشهاد والدي. ومنذ وعي المبكر لم أستطع أن أنسى ذلك المشهد المريب، وبدأت مسيرة نضالي السياسي والوطني والأدبي المقاوم منذ نعومة أظفاري، وبدأت بنشر قصائد المقاومة في صحيفة الاتحاد ومجلتي الجديد والغد وأنا في 15 من عمري. ولما بلغت سن 18 وبموجب قانون التجنيد الإجباري الذي فرض على شباب الطائفة العربية الدرزية سنة 1956، والذي يلزم كل شاب يبلغ 18 عاما أن يخدم في الجيش الإسرائيلي، ولكني رفضت بإصرار وعناد أن أخدم في جيش يحارب أبناء شعب الفلسطيني وأمتي العربية، وكنت من أوائل الرافضين للخدمة الإجبارية القسرية إن لم أكن أولهم على أساس وطني قومي ومبدئي ثابت. فزج بي في غياب السجون العسكرية التي قضيت فيها 4 سنوات متمسكا بانتماء الفلسطيني أرضا وشعبا وهوية وقضية. وتبعني في ذلك أبنائي الذين رفضوا كذلك الخدمة في الجيش الإسرائيلي من ذات المنطلق، وتعرضوا للملاحقة وسجنوا لفترات مختلفة ولم يخدموا يوما واحدا في الجيش. كما أني رفضت جائزة التفرغ التي تمنحها وزارة الثقافة الإسرائيلية لكتاب الداخل، والتي تهافت عليها 99% من كتاب الداخل. أما بالنسبة لحفيدي سفيان الذي ينطبق عليه نفس القانون المجرم واللا أخلاقي واللا إنساني، وعند بلوغه سن التجنيد عملت جاهدا لإقناعه برفض الخدمة الإجبارية، ولكنني للأسف لم أنجح في إقناعه. وبما أني لست دكتاتورا ولست حاكما عربيا سفاحا يقتل كل من يعارضه، فاختار حفيدي سفيان مكرها أن يجند. وبودي أن أرد على جوقة المطبلين والمعلقين الذي فتحوا كما أشرت النار علي وعلى تاريخ وقامة وانتماء العرب الفلسطيني الذي لم ولن يتزحزح قيد أنملة، فاتهموا حفيدي بقتل أطفال شعبنا بغزة وهدم البيوت. وأقول لهم إن سفيان لم يكن طيارا حربيا يدمر البيوت على رؤوس ساكنيها، ولا جنديا في سلاح الدبابات والمدفعية التي تقصف وتقتل وتدمر بأبشع صور الدمار، بل كان جنديا بسيطا ولم يطلق رصاصة واحدة على أحد من أبناء شعبنا، فقد تربى على القيم والأخلاق الحميدة والحسنة، ولم يؤذي في حياته مخلوقا على وجه الأرض. وأوصيناه بأن يحذر من أن يكون قاتلا، ونحمد الله أنه كان قتيلا ولم يكن قاتلا. أما وزارة الثقافة، وهي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الأسلوية التي كانت أول من طبع مع الاحتلال واعترف به، وأخرجتنا نحن فلسطينيي 48 من حساباتها لتتركنا في فم الضبع، ومنذ توقيع الاتفاق المشؤوم تقوم أجهزتها بالتنسيق الأمني الكامل مع الاحتلال ومخابراته حتى في أوقات العدوان المتكرر على أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية. وتقوم أجهزتها الأمنية بإرشاد قوات الاحتلال ومخابراته إلى أماكن تواجد المقاومين الفلسطينيين لتقوم بتصفيتهم دون أن يرف لها جفن أو يتحرك ضميرها الميت. ولا يزال هذا التنسيق الأمني المخابراتي الخسيس مستمرا رغم الحرب الهمجية المشتعلة الآن، وسيستمر ما دامت هذه الأجهزة وهذه السلطة خائنة مطبعة وتمارس الدعارة الوطنية على اختلاف أشكالها. وأقول لكل من انتقد مشاركتي في تأبين حفيدي سفيان ضحية الخيانة العربية والتآمر على شعبنا قبل النكبة وأثناءها وبعدها، والانقسام الفلسطيني المخزي، وقيام حماس بقتل أكثر من 740 شخصا من أبناء حركة فتح بأبشع وسائل القتل، وإلقاء الإخوة في فتح من الطوابق 18، وقتل المناضل سميح المدهون الذي كانت تطارده المخابرات الإسرائيلية
الذي كانت تطارده المخابرات الإسرائيلية. وإذا كانت تلك الأنظمة تحاول في الماضي أن تخفي تآمرها وسقوطها وتعاملها مع الاحتلال وخيانتها لفلسطين أرضا وشعبا ومقدسات، فقد أصبحت اليوم تتهافت علنا دون حياء للتطبيع معه والتنسيق الأمني الإقليمي بقيادة أمريكا وربيبتها إسرائيل. فأين أنت يا أمتنا العربية الصامتة والخانعة التي لا تحرك ساكنا باستثناء العواء على صفحات التواصل الاجتماعي على اختلافها، في حين يشهد العالم الغربي وعلى رأسه أمريكا مظاهرات جبارة تطالب بوقف الحرب فورا ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المغتصبة؟ فأي عار هذا يا أمة العرب الخانعة لأمر حكامها الخونة؟ ألم تستوعبوا حتى الآن الآية الكريمة التي تقول كما تكونوا يولى عليكم؟ ولا بد أن أذكركم بأن العديد من رؤساء الدول العربية ومعهم رئيس السلطة الفلسطينية ووفود رفيعة المستوى من تلك الدول نعرفهم بالأسماء قد شاركوا في جنازة رئيس حكومة إسرائيل السابق إسحاق رابين المشهور بتكسير عظام أبناء شعبنا إبان الانتفاضة الأولى، وجنازة رئيس الحكومة ورئيس دولة إسرائيل لاحقا شمعون بيرس المسؤول الأول عن مذبحة قانا. أما أن تقوموا بتعليق كل خياناتكم وخزيكم وعاركم على كتف حفيد الضحية، ضحية تآمركم وخياناتكم لفلسطين وشعبها، وضحية فرض قانون الخدمة العسكرية قسرا على أبناء الطائفة الدرزية التي لم يتجاوز عددها 14,000 نسمة عام النكبة، وأن تجعلوا منها شماعة تعلقون عليها كل خياناتكم وتآمركم وسقوطكم وخساستكم عليها، علما أن عدد المتطوعين للخدمة العسكرية وأجهزتها الأمنية المختلفة من الطوائف الأخرى مسلمين مسيحيين وبدو يفوق أضعاف عدد المجندين قسرا من أبناء الطائفة الدرزية التي قاومت العصابات الصهيونية بشراسة. وبعد أن استنجد فوزي القوقجي بسلطان الأطرش لنصرة شعبنا الفلسطيني، قام بإرسال كتيبة من أبطال جبل العرب الذين أذلوا فرنسا إبان الثورة عام 1925، فوصلت الكتيبة بقيادة شكيب وهاب واستبسلت في الدفاع عن فلسطين، سيما في معركة هوشي والكسائر قرب شفا عمرو، حيث كان بين قتلى العصابات الصهيونية في تلك المعركة شقيق موشي ديان. إن هجومكم الحاقد على سليمان دغش وكل ما تفوه به المطبلون من كتاب عرب وفلسطينيين في البلاد وخارجها لن يستطيع أن يغبر على حذائي، ففلسطين أنا وأنا فلسطين، لن نتنازل عن توحدنا ووحدتنا إلى أبد الآبدين. أما جوائزكم التي تتشدقون بها فإنها لا تشرفني علما أني لم أتلقى أي جائزة منكم يوما، والجائزة الوحيدة التي تلقيتها الجائزة العربية الوحيدة التي تلقيتها هي من الاتحاد العام للكتاب العرب الذي يمثل 22 دولة عربية برئاسة المرحوم حبيب الصايغ رحمه الله، والذي لم يسلم من الشتيمة من أنصاف المثقفين في برلين وغيرها من المدن الأوروبية، حيث يسكرون ويمارسون الدعارة الثقافية ولم يقدموا لفلسطين الأرض والشعب والقضية إلا النباح. عليكم أن تخجلوا وأن تنظروا لأنفسكم في مرآة الحقيقة لتستروا عوراتكم أولا قبل أن تتطاولوا على من حذاؤه أعلى من رؤوسكم العفنة. وعلى وزارة الثقافة الفلسطينية واتحاد الكتاب أن يعتذروا مني ومن فلسطين، وإلا وأختتم بهذا البيت الشعري: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحد. إذا كان هذا بيان الشاعر سليمان دغش على قرار وزارة الثقافة الفلسطينية بإلغاء الأوسمة والتكريمات التي منحتها له ردا على مقتل حفيده الوحيد. أريد أن أؤكد أنه الوحيد الذي قتل في غزة في هذه الحرب الشنيعة على الكل.
شكرا لمتابعتكم. وقبل أن أنهي أريد أن أذكر يوم الجمعة عندنا لقاء مع الدكتور شكري عراف والكاتب الصديق مالك صلالحة، ويوم السبت كمان إطلالة أدبية مع الشاعرة رتيبة قبلان. كونوا معنا.